عايز أختم بحاجة مشهورة في ديره في الرزيجات. يقولوا له إيه؟ سرك 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 سرك. وأول يقولوا سرك سرك ما يجلس كده تنطلق أسراب الحمام ورائحة البخور الزكية في أطراف هذا الدير العامر الذي على اسمه في الرزيجات. أنا في واحد أعرفه صاحبي جل في مرة حد من أولاده أو حبايبه حكى له على قصة سرك سرك كده. وبعد كده هو في مرة كده وقت زي وقت الليل بتاعنا كده ما تعرفش ايه اللي خلى قال له سرك سرك يا مرجرجس. بص لقي نور في وجهه كده وهو انجزع كده وفزع، بس مع سلام فرح جدا. ايه سرك سرك يا مرجرجس؟ عايز اقول كلمة صغيرة في الحتة دي. ما كان ممكنا لسيد الملك جورجيوس أن يحتمل كل ذلك لو لم يكن في حياته سر في سر بينه وبين إلهه. ما هو هذا السر الذي جعله يقف هكذا في بسالة وصمود؟ بالقطع ليس هو قوة الشخصية، فلو كان الأمر متوقف على قوة الشخصية لكان ضعف مع مزيد من العذاب والألام، ولا ما هو يسمونه الصبر الجميل. فكما يقولون إن للصبر حدود، ولكنه السر. أهو تعزيات السماء أم الرؤى والإعلانات أم هي النعمة الفائقة أم لست أعلم يا إخوتي، إنما أعلم شيئا واحدا، أنه سيبقى سرا. لعل الرب يمتعنا نحن أيضا بسر في حياتنا، ولعل يكون لك أخي الحبيب وأخت المباركة سرا في حياتك تحتفظ به أنت وحبيبك وحدكما. أقصد الرب القدوس، إنه يبقى سرا سوف نعرفه في السماء. لذلك جميل جدا أن نداعبه ونلاطفه، فرحين ومهللين سرك سرك يا مرجرجس، فيرد علينا برواحه الزكية أو زهراته النورانية.